بداية ولا أروع يا صديقي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالنسبة للمغرب ومصر. المنتخب المغربي بيفوز على المنتخب الجابوني 4-1، ومنتخب مصر بيفوز على منتخب الراس الأخضر 3-0. في مباراة منتخب المغرب ومنتخب الجابون الشوط الأول لك أن تتخيل أن الحكم حسب فيه 4 ضربات جزاء، 2 للمغرب و2 للجابون. المباراة في المجمل كانت مميزة جدا لكتيبة وليد الركراكي، هدفين لحكيم زياش وهدف لإبراهيم دياز وهدف كمان لأيوب الكعبي، وهدف المنتخب الجابوني اللي سجله أوبيميانج. في الجانب الآخر بقى صديقي مباراة المنتخب المصري ومنتخب الراس الأخضر 3 أهداف قدر يسجلهم المنتخب المصري، الهدف الأول برأسية مميزة من رامي ربيعة، والهدف الثاني بانفراد عالمي من عمر مرموش، والهدف الثالث سجله إبراهيم عادل. علشان المنتخبات العربية مصر والمغرب النهارده وتونس والجزائر امبارح يفوزوا في المباريات الافتتاحية، وكل منتخب فيهم ياخد ال3 نقط. خليني اقول لك ان المنتخبات العربية هتوصل لكاس افريقيا القادمة، لكن السؤال الاهم بقى والسؤال ده ليك انت شايف مين اقوى منتخب عربي في الفترة الحالية؟